مستمعين راديو دوجما، انتوا بتسمعوا دلوقتي حلقة جديدة من ألقابها في صيامها. ولو مركزين فالنهاردة معادنا مع اللقب ال12 وهو حالة الحديد. واللقب ده بالذات هو عيد من أعياد كنيستنا وبنحتفل بيه في يوم 21 باقونة من كل سنة. أما بقى عن ليه لقبنا الست العذراء باللقب ده، فبيتقال كده في الإنجيل عن قصة متياس الرسول لما راح يبشر بالمسيح في آسيا الصغرى. بعد حلول الروح القدس اتقبض عليه هناك، وصلى متياس وكل اللي معاه إنه ربنا يتدخل وينجيهم. فربنا بعت أمنا العذراء على سحابة للسجن، وصلت هناك علشان يتحل الحديد يدوب يعني. وفعلا بعد صلاتها القوية حصل كده، وساعتها داب الحديد في كل مكان في البلد دي. واما الوالي عرف كده جاب أمنا العذراء وسألها مين اللي عمل كده، فقالت له إنه إلهنا الحقيقي هو اللي دوب الحديد، وكان ابن الوالي ده عليه روح نجس. فبصلاة أمنا العذراء خرج الروح ده من الولد. واما الوالي شاف كده آمن وكل أهل المدينة بالمسيح، وعمدهم متياس الرسول. فيا عذراء يلي حليتي الحديد ودوبتي كل قيد، ارفعي عن شعب ابنك كل حزن وبكى وتنهيد. وهنتقابل أكيد الحلقة الجاية مع لقب جديد على الراديو، راديو دوجما 3.10.